موقف غريب جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا اللي قدّامكم دي القطة عزّة، وده ابنها من الولدة اللي قبل كده. القط ده كِبِر يعني. النهارده أنا باتوقّع يعني بنسبة كبيرة جدًا إن هي هتولد النهارده. اتحوّل سلوكها الأول طبعًا ما كانتش يعني خلاص اتفطم، ما كانش بيقرّب لها ولا لا هو يقرّب لها ولا هي تهتم بيه. النهارده واضح إن من علامات الولادة عند القطط إنها ممكن آآ ترجّع علاقة الأمومة مع الابن اللي كِبِر. يعني أنا ده تفسيري للموقف يعني. فزي ما أنتم شايفين النهارده دي أول مرّة تحصل. القط ده قط زي ما قُلت لحضراتكم، قط من الولدة اللي فاتت، وقط كبير يعني كِبِر زي ما أنتم شايفين سحلاوي. هات يد يا سحلاوي وشّك هنا كده، تمام. واضح إن هي هتولد فبدأت تسترجع ذكريات الأمومة زي ما أنتم شايفين. وهو على فكرة كمان فرحان إن أمه بدأت تلاعبه زي الأول. النهارده عزة بنسبة كبيرة أوي هتولد.